السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ رجعنا لكم بمقطع جديد. مقطعنا هذا اليوم مثل ما قريتوا بعنوان المقطع أسعار المركبات اللي راح تنزل سعرها وأسعار المركبات اللي راح ترتفع سعرها وكمان نظام اللوحات الجديد. فبس قبل بداية المقطع لا تقصروا معي بوقتكم زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس انشروا المقطع بكل مكان. اشتروا المركبات الحين وخلي اخوكم يشتروا المركبات اللي راح ترتفع سعرها. احب اني اطول في الكلام خفض المقطع على طول يا حبيبي. طيب يا شباب بسم الله خلينا نبدأ. بداية يا شباب من الموقع الحربي. معنا هذه الشباب الشاحنة اللي أول ما تمشي بعد السعر اللي راح ينزل سعرها من كانت قبل 2,926,000، الحين راح تنزل إلى 1,300,000 دولار. بعدين يا شباب معانا من الموقع الأصفر معانا هذه السعر اللي تحمل 8 أشخاص. صراحة مش عارف ليش بيرتفع سعرها، بس سعرها القديم 1,380,000 والى الحين بيكون سعرها 2 مليون. سيارة الاسترمجت كان سعرها قبل 3,400,000، الحين راح يرتفع الى 4 مليون دولار. طيب شباب معانا هذه السيارة كمال من موقع السيارات الرياضية، سعرها قبل 2,995,000، الحين راح يرتفع الى 3,750,000 دولار. ومعانا يا شباب هذه الشاحنة الكبيرة اللي ما حد يشتريها او ما حد يستخدمها والتي يكون موقعها في الفاسيلتي، كان سعرها قبل 3,311,000، الحين راح ينزل وينخفض سعرها الى 1,500,000. طيب شباب معنا سيارة الدلكسو، سعرها قبل 4,721,000، الحين راح يرتفع الى 5,720,000 دولار. باقي مركبات يا شباب راح ترتفع سعرها اكثر من سعر الدلكسو. طيب شباب معنا السيارة هذه التي تقدر تفتح الباراشوت فيها، كان سعرها قبل 5,725,000 دولار، الحين راح ينزل سعرها وراح يكون 3,750,000 دولار. معنا شباب النفاذة هذه اللي تكون موقعها بالفاسيلتي، سعرها قبل 3,657,000، الحين راح ينزل سعرها وراح يكون 2,500,000 دولار. ومعنا هذه الطائرة اللي تقدر انك تنزل فيها الماء، كان سعرها قبل 5,173,000، الحين راح ينزل سعرها وراح يكون 4,100,000 دولار. معنا يا شباب السيارة الغواصة النسخة القديمة، سعرها قبل كان 3,185,000، الحين راح ينزل سعرها وراح يكون 2,500,000. دبابة الأوبريسر النسخة القديمة، سعره قبل 3,524,000 دولار، الحين راح ينخفض سعره وراح يكون 2,750,000 دولار. أما الحين يا شباب تعالوا نشوف مع بعض الصدمة اللي يا شباب أغلب الناس يشترون هذه المركبة عشان يخربوا على الناس. دبابة الأوبريسر MK النسخة الجديدة، الدبابة الطائر، سعره قبل 3,890,000 دولار، الحين السعر الجديد يا شباب 8 ملايين دولار. انتم متخيلين يا شباب معي المبلغ هذا 8 ملايين دولار؟ يعني نحن كنا من قبل نحاول نجمع الى 3,800,000 دولار، الحين يبي لنا وقت طويل عشان نجمع الى 8 مليون دولار. السيارة الغواصة النسخة الجديدة، سعرها قبل 3,660,000، الحين راح يرتفع سعرها وراح يكون 4,250,000 دولار. يعني يا شباب المركبات اللي راح ترتفع سعرها حاولوا انكم تستغلون هذا الوقت وتشترون المركبات. اللي ما عنده مركبة يحاول يجمع ويتابع معي ويشترك في القناة عشان الجيتشات اللي انا راح انزلها قبل ما يرتفع المركبات هذه فلوس، يتابع معي ويخليكم معي. فالحين نكمل. معنا شباب الطائرة هذه كان سعرها قبل 5,918,000 دولار، الحين راح يرتفع سعرها او راح ينخفض عفوا، راح ينخفض سعرها وراح يكون 4,750,000 دولار. وهذه جميع المركبات اللي راح ينخفض سعرها والمركبات اللي راح تزيد سعرها. فالحين راح ننتقل لنظام اللوحات الجديد. من قبل كنا نستخدم برنامج لايف رود عشان يسوي اسم او رقم مميز لكل لوحة نحن نبيها، لكن روكستار وقفت هذا البرنامج واعلنت على نظام جديد، بس جلست فترة طويلة حوالي 4 5 شهور ما اعلنت على هذا النظام الجديد. وهذا النظام يا شباب راح يبدأ من تاريخ او من الخميس الجاي، والذي بنقدر نسوي فيه لوحات خاصة نفس الذي كنا نسويها من قبل لكن بشكل افضل ومع تحسينات اكثر. ومن بينها انك تقدر تحفظ 30 لوحة مختلفة، وهذا الشيء بيتم بموقع خاص بنظام اللوحات الجديد. يعني راح تقدر انك تحفظ 30 لوحة بنفس الوقت او انك تحدد اللوحات اللي انت تبيها وراح تقدر انك تحفظها، بس يعني احسن من طرق البرنامج القديم اللي هو برنامج اي فروت، وما راح يكون فيه ان شاء الله اي مشاكل او اي شيء راح تواجهك.
وراح يتم هذا عن طريق موقع خاص بنظام اللوحات. بعد ما تخلص من تصميم اللوحة اللي انت بيها، تقدر انك ترسلها اللعبة مباشرة وتركبها في اي سيارة عن طريق محل التعديل الموجود في لوس سانتوس او خارج المدينة. يعني اي محل تعديل تقدر انك تركبها على اي مركبة انت تبيها. فنقدر نقول يا شباب انه هذا النظام الجديد اللي راح يكون بيبدأ من الخميس الجاي. فاتمنى انكم تكتبوا لي اي معلومات انتم تبينها، او كم قد لكم متحمسين انكم تسوون لوحة خاصة. وهذا الشيء بيفرح حقين الجليتشات، واللي يسوون جليتشات او نسخ لسيارات فيها تكرر اللوحات حقها. فبس والله شباب، هذا اللي كنت حابب اني اقول لكم. اني نقدر نقول وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى المقطع عجبكم. لا تقصروا معي بضغط زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. كان معكم اخوكم دراكس او ياسر، في امان الله او مع السلامة.